أعزائي مشاهدي برنامج كلام جريء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام جريء مع محمد سعد. النهاردة يومنا مميز جدا، النهاردة داخل احتفالية سفراء السلام والعطاء الإنساني لتكريم أفضل 100 شخصية مؤثرة لعام 2020. انتظرونا في لقاءات خاصة مع برنامج كلام جريء. يلا بينا يا ستينا. يلا بينا يا سهر. يلا بينا. برنامج كلام جريء مع محمد سعد دايما معودكم على كل جديد ومختلف، وزي ما جالكم قبل كده بمسابقه مطرب النيل، النهارده رجعنا لكم تاني من اسكندريه عروس البحر المتوسط بمسابقه أليكس تالنت شو لكل حد موهوب عنده موهبه الرسم، الشعر، الغنى، التمثيل، الموسيقى. موهبتك هنا عندنا وحلمك هو حلمنا في أليكس تالنت شو. الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز النائبة في عضو مجلس الشيوخ عن تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطباعك عن الحفل؟ حفل جميل جدا، كنت اتمنى افضل لاخر دقيقه فيه، بس انا عندي مسرحيه بتتعرض في المسرح القومي الستاره دلوقتي فلازم امشي. الوصيه عن حياه الشهيد معتز الشرقاوي، عن شهيد فقد حياته دفاعا عننا. شكرا والف مبروك التكريم. الفنانة الجميلة هند عاكف، ألف مبروك على التكريم النهاردة. الله يبارك فيك يا حبيبتي، ميرسي. في بداية الحلقة طبعا احنا يعني تعازينا القلبية لوفاة والد حضرتك، يعني البقاء لله. عايزة حضرتك تقولي لي انطباعك النهاردة عن المهرجان. أولا الله يرحم بابايا ويعني يرحم جميع أمواتنا يا رب. والله انطباعي النهاردة هو المهرجان مكرم شخصيات كتير جدا وشخصيات مهمة وكبيرة، وطبعا يعني بيناشد طبعا الشعوب كلها بالسلام. ده شيء جميل جدا ان احنا نعمل مهرجانات وندوات ومؤتمرات تناشد شعوب العالم كله، وجمهورية مصر العربية طول عمرها بتنادي بالسلام، يعني قديم الازل زي ما بيقولوا، فده شيء جميل جدا. عايزه اقول لهم طبعا ميرسي لتكريمي من ضمن 100 شخصيه في عام 2020. بشكر كل القائمين على المهرجان وبشكركم انتوا كمان، ويعني انا جيت برغم الظروف اللي انا فيها لان حابه اكون معاكم في يوم زي ده. ألف مبروك. في نهاية اللقاء يعني حضرتك تحبي تهدي الهدية بتاعتك أو الجايزة لمين؟ أنا أهديتها على الستيج، هديتي وجايزتي وكل حياتي بهديها لروح المرحوم الغالي عليا بابا عبد المنعم عاكف. حضرتك نورتيني النهاردة، ميرسي جدا ليكي. شكرا يا حبيبتي، ميرسي. من المؤتمر العربي لسفراء السلام والعطاء الإنساني واختيار أفضل شخصية لعام 2020، نتشرف بحضرتك.
محمد القحطاني، مستشار وباحث سياسي ورجل أعمال من السعودية. الله يحييكم. اهلا وسهلا بحضرتك، نورت مصر وشرفتنا النهارده. الله يحييك ونتشرف فيكم، ومصر اعتبرها بلدي الأول مش بلدي الثاني، وعامر إن شاء الله بأهلها وبرئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبكل جميل في مصر. والله يحييكم جميعا. ايه رأي حضرتك في المؤتمر النهارده وانطباعك، وطبعا حضرتك من المنصة الكريمة؟ المؤتمر حقيقة جمع قامات عربية جميلة، ونتمنى لهم تقدم والازدهار. واليوم سفراء السلام، ودائما كلمتنا في العالم العربي نقول السلام عليكم، وإن شاء الله كل شيء جميل بإذن الواحد الأحد يكون في العالم العربي. وهذا المؤتمر اليوم يكرم قامات عربية كبيرة في جميع المجالات، وتشرفت اليوم بالتواجد بينكم، وإن شاء الله أنها مستمرة ومن عطاء إلى عطاء بإذن الواحد الأحد. احنا اللي شرفنا بوجودك، كلمة توجهها لأهل وشعب مصر. مصر بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي وعن كل مواطن عربي، مصر هي الملاذ الأخير للعرب في كل شيء. حصلت حروب في العالم العربي، كل الناس راحت ورجعت لمصر، ولا زالت مصر هي أم الدنيا وأم العرب، وفي كل مواقف مصر مشرفة للعالم العربي، في التعليم، في الاقتصاد، في السياسة. أقوى جيش عربي. مصر بالنسبة لنا كعرب شيء كبير، ونتمنى لها دائما التقدم والازدهار. رسالة للشعب المصري، احنا في فترة صعبة وفي فترة نتمنى ان شاء الله انها تعدي على خير. التفوا حول قيادتكم السياسية، ومصر دائما ان شاء الله اهل العطاء واهل الخير، ونتمنى لكم التوفيق والسداد. يسلم كلماتك الجميلة، شكرا لك. شكرا لك، الله يحفظك. أعزائي المشاهدين، وما زالت التغطية مستمرة، ومعانا لقاء مع الشيخ أحمد خاطر، شيخ بإذاعة القرآن الكريم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة، أهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا إن شاء الله. أول لقاء، يعني أول كلامي مع حضرتك، حابة أعرف انطباع حضرتك النهاردة على المؤتمر إيه؟ والله المؤتمر بيجسد مدى تعاون الأسرة المصرية الثقافية والاجتماعية. الشيء الثاني الود والمتبادل والاحترام بين الناس، بين جميع أعضاء المؤسسات اللي هي مشتركة في المؤتمر. الشيء الثاني قمة نجاح المؤتمر، دي قمة نجاح لمصر، لأن بيمثل المؤتمر يعني فرق ومؤسسات من جميع أطياف الشعب. الشيء الثالث التنظيم كان رائع، المجهود اللي بذل، الناس المكرمة مش أي ناس، يعني ناس لها قيمة وقامة في المجتمع المصري، وده بيدل على مدى قوة الثقافة المصرية. وطبعا الشيء الرابع والأهم أن القاعة والمؤتمر مستضيف ناس يعني قمة في العلم والثقافة والعمل التطوعي الاجتماعي في معظم الدول العربية. شفنا برضو كذا كلمة من الضيوف، كان من تونس أو من الجزائر أو من السعودية أو من المغرب أو من أي دولة عربية، كلهم بيشكروا في مصر. وعجبني كلمة جميلة جدا، واحدة قالت مصر فعلا أم الدنيا، مع إنها مش مصرية. مثلا كانت هي شكرت في دولتها، ولكن هي شكرت في مصر، فعلا هي حست هنا بمصر أم الدنيا. فكنت أنا قاعد مع وفد لبناني قبل الحفل ما يبدأ، فشكروا في مصر، وهم الست قالت لي كدكتورة ما شاء الله، هي اسمها شكرية المراكشي، قالت صراحة، والدكتورة ليلى ورد بنفس اللفظ، قالوا مصر احنا بنحس فيها بالحنان والروح والحب والود أكننا في بلدنا وزيادة وأكتر يعني. طبعا مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا، وأنا بشكر حضرتك جدا. الرسالة اللي حضرتك حابب توجهها لنا النهاردة للمؤتمر وللناس، حضرتك حابب توجه لنا رسالة إيه؟ والله النجاح مش بسهولة، النجاح مش بسهولة، العطاء ليس له حدود، الحب والود هو القائم والسائد بين جميع أطياف المجتمع المصري. الشيء الأخير، أبعث رسالة إلى كل مسؤول، يا ريت المؤتمر يفعل ولو حتى لو كل شهرين مرة، بحيث الناس تظهر نماذج طيبة ونماذج حلوة، وهذه النماذج بتؤثر في المجتمع، عشان يبقى الأجيال القادمة تاخد الناس اللي هم السابقين دول قدوة ليهم، وبرضه يحافظوا على المجتمع، ويحافظوا من الإرهاب، ويحافظوا على المجتمع من التطرف، ويحافظوا على المجتمع من الوهن اللي احنا فيه والضعف اللي احنا فيه، بحيث يكون ايد واحده ضد اي عدوان خارجي او داخلي. وطبعا ان شاء الله من نجاح لنجاح، وربنا عز وجل يحفظ مصر، يحفظ رئيس مصر، يحفظ الشعب وجيش مصر، ويحفظ شرطة مصر،
ويحفظ كل شيء حلو في مصر ان شاء الله، وربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا فندم. اللهم امين يا رب. نورتني الشيخ احمد خاطر، شكرا لحضرتك جزيلا. ربنا يحفظك يا استاذه، واحنا سعداء بلقاء مع حضراتكم ومع سيادتك بالذات ان شاء الله، وربنا يحفظك ويبارك في عمرك، وانا شاكر فضلك ان شاء الله. شاكر لك. هنساعدك بكل طاقتنا وبكل الحب من قلبنا. موسيقى، رسم، تمثيل، غنى، والشعر كمان هنا. لو عايز تعلن عن موهبتك يبقى مكانك عندنا. مع أليكس تالنت شو موهبتك حلمنا. مع أليكس تالنت شو موهبتك حلمنا. مع أليكس تالنت شو موهبتك حلمنا. من الملتقى العربي لسفراء السلام واختيار أفضل 100 شخصية لهذا العام، بنرحب بالأستاذ السيد أبو النور نائب رئيس مجلس إدارة قناة صوت العرب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا وسهلا بكم. أولا طبعا بنبدأ لقاءنا النهاردة، ألف مبروك التكريم. الله يبارك فيك يا فندم، أشكرك. ربنا يخليك، تكريم مستحق. حضرتك ممكن تقول لنا إيه انطباعك عن المؤتمر؟ والله بصي، المؤتمر يعني الحمد لله بيكرموا أفضل 100 شخصية على مستوى الوطن العربي كسفراء للسلام، واحنا بنفخر بحاجه زي كده. ولو الدوري احنا في مصر هنا في اكتر من ملايين الشخصيات اللي تستحق التكريم، وبنشكر القائمين على المؤتمر وبنقول لهم 1000 مليون مبروك على المؤتمر، وان شاء الله المؤتمرات جايه كتير. شكرا لحضرتك يا فندم، نورتنا. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين، وما زالت التغطية مستمرة ومعايا لقاء مع الدكتورة ليلى ورد. أهلا بيكي حبيبة قلبي. نورتي مصر. منورة بأهلا مصر. قولي لي انطباعك النهاردة على المؤتمر إيه؟ والله أنا كتير حبيت هيدي الأجواء، كان في مشاركة عربية من أكثر من دولة عربية رغم الظروف اللي نحن هلا عم نقطع فيها ورغم وباء الكورونا، بس كان في محبة لهيدي المشاركة، ودائما هيدي اللحمة الوطنية العربية ما في شيء بيمنعها، ما في شيء بيوقف بطريقة. كرمال هيك كانت الأجواء كتير رائعة، ومصر مش أول مرة بتعمل هيدا الشيء، مصر عودتنا على طول إنه تعطينا أشياء حلوة وأشياء على طول جديدة. ايه الرسالة اللي حضرتك حابة توجهيها من خلال المؤتمر النهاردة؟ المؤتمر هو بيحكي عن السلام، ولبنان تحديدا وعاصمته بيروت أكثر دولة عانت من قلة السلام. تعرفوا الكل بيعرف انه القصص اللي عم يقطع فيها لبنان وهيدي الحروب كلها اللي قطعت علينا. كرمال هيك بقول انه السلام ببلش منا نحن، وقت نحن بنحب بعض، وقت نحن بنخاف على بعض، هيدا هو السلام. أنا بشكرك جدا، نورتيني النهارده دكتورة ليلى، وأكيد السلام إن حضرتك موجودة في أرض السلام، نورتي مصر. ميرسي جدا. حبيبة قلبي، أنا بحب أشكركم وأشكر الشعب المصري وأشكر مصر قيادة ورئيس وشعب، هيدا الشعب الطيب اللي نحن تعودنا على هيدي الضحكة اللي بتضل فيه وعلى هيدي المحبة اللي على طول بيقدمها. وحب أقول عن جد شكرا لمصر لأنه كانت أول حدا وقف حد بيروت بالفاجعة اللي تعرضت لها. ثانك يو. برنامج كلام جريء مع محمد سعد دايما معودكم على كل جديد ومختلف،
وزي ما جالكم قبل كده بمسابقة مطرب النيل، النهارده رجعنا لكم تاني من اسكندرية عروس البحر المتوسط بمسابقة أليكس تالنت شو. لكل حد موهوب عنده موهبة الرسم، الشعر، الغنى، التمثيل، الموسيقى. موهبتك هنا عندنا وحلمك هو حلمنا في أليكس تالنت شو. من المؤتمر العربي لسفراء السلام والعطاء الإنساني نتعرف على حضرتك. محمد فاروق من وزارة الإنتاج الحربي. أهلا وسهلا بيك. هاني شعلان في الأمن الحربي. اهلا وسهلا بحضراتكم. حضراتكم طبعا انا شفت النهارده تنظيم اكثر من رائع. حضرتك ممكن تبين لنا المؤتمر النهارده ضم كم طبعا شخصيه سكندريه ومن القاهره ومن الدول العربيه؟ لا الشخصيات كتير جدا ما اقدرش احددها لان المؤتمر متجمع من 15 دوله. تمام؟ فاحنا بنقدم السلام ولا العنف ولا خدت بال حضرتك؟ تمام. مفهوم المؤتمر وحس المواطنين على السلام طبعا اللي جعلنا طبعا احنا كلنا في امن وامان. اللي احنا بنحس الناس على الامان وبنحسس الناس بالامان والوعي الفكري والوعي المتطرف، واحنا بنناشد للسلم والسلام. كلمه حضرتك تحب توجهها لرؤساء المؤتمر؟ الله يكون في عونهم، وفعلا احنا مدى التعب بتاعنا الفترة الطويلة ما باين. تمام؟ ويا ريت حتى لو كان في تقصير او اي حاجة زي كده هنعوض ان شاء الله في مؤتمرات تانية. بإذن الله. كلمة حضرتك؟ انا بشكر كل فريق التنظيم والمجهود القاسي اللي احنا عملناه، والحمد لله ان شاء الله المرة اللي جاية هيبقى افضل واحسن، وتحيا مصر. شكرا لحضراتكم. هنساعدك بكل طاقتنا وبكل الحب من قلبنا. موسيقى، رسم، تمثيل، غنى، والشعر كمان هنا. لو عايز تعلن عن موهبتك يبقى مكانك عندنا. مع أليكس تالنت شو موهبتك حلمنا. مع أليكس تالنت شو موهبتك حلمنا. مع أليكس تالنت شو موهبتك حلمنا. من ملتقى سفراء السلام والعطاء الإنساني نتعرف على حضرتك. أنا المستشارة الإعلامية لمياء فضل القاسم من اليمن. أهلا وسهلا بيكي، نورتي مصر. ومنور بيكم طبعا، وكل شعب مصر حبايبنا، وبنعتز إن أنا موجودة وسط القامات والهامات الكبيرة والإعلاميين ورجال الأعمال والسفراء السلام وسفراء الدول العربية. حبيبتي انت منورانا النهارده، ممكن تدينا انطباعك ايه عن المؤتمر النهارده؟ والله المؤتمر متميز جدا، اولا بوجودي معاكم ووجودي وسط حبايبي وزملائي واصدقاء كتير جدا من وسط المجال الاعلامي، وطبعا انا مستشاره الاعلاميه اللي تبع المؤتمر كافضل 100 شخصيه، وانا اتمنى انه كل شخص موجود كافضل شخصيه في الوطن العربي، لان احنا موجودين في وطن عربي، وطن الحب والسلام هي مصر. اجمل مستشاره في الدنيا، ممكن تقولي لنا بقى الزي اليمني بقى اللي انت لابساه دوت؟ طبعا ده الزي اليمني زي تراث اليمن، واحنا يمن واحد، وان شاء الله المره الثانيه بيكون المؤتمر السلام ده في اليمن ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا لحضرتك. السلام، الله يخليك.
هنساعدك بكل طاقتنا وبكل الحب من قلبنا. موسيقى، رسم، تمثيل، غنى، والشعر كمان هنا. لو عايز تعلن عن موهبتك يبقى مكانك عندنا. مع أليكس تالنت شو موهبتك حلمنا. مع أليكس تالنت شو موهبتك حلمنا. مع أليكس تالنت شو موهبتك حلمنا. برنامج كلام جريء مع محمد سعد دايما معودكم على كل جديد ومختلف، وزي ما جالكم قبل كده بمسابقة مطرب النيل، النهارده رجعنا لكم تاني من اسكندرية عروس البحر المتوسط بمسابقة أليكس تالنت شو. لكل حد موهوب عنده موهبة الرسم، الشعر، الغنى، التمثيل، الموسيقى، موهبتك هنا عندنا وحلمك هو حلمنا في أليكس تالنت شو. أعزائي المشاهدين، في ختام حلقتنا النهارده كان لازم يكون لينا لقاء مع المبدع، وهو فعلا مبدع، وتكريم في مكانه وتكريم مستحق. المبدع القدير أبو عمرو خليفة اللي منورنا النهارده. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا أبو عمرو معروف إن هو دايما ورا الكاميرا، عايزين حضرتك تقول لنا كلمة وأنت قدام الكاميرا. والله الكاميرا الوقوف قدامها صعب شويه، يعني الوقوف ورا الكاميرا اسهل يعني. أي حضرتك النهارده في المؤتمر؟ والله هو شيء جميل جدا ان المجتمعات الميدانيه او المدنيه تكرم الشخصيات اللي هي مؤثره في المجتمع المدني واللي هي ظاهره وبتحاول تساعد الناس يعني، فده شيء جميل جدا منه، وبنشكر كل القائمين على هذا المؤتمر. أبو عمرو خليفة المبدع لبرنامج كلام جريء، الرسالة اللي حضرتك تحب توجهها النهارده ايه؟ طبعا انا مبسوطة جدا ان انا بعمل لقاء مع حضرتك، فعايزة اعرف يعني الرسالة اللي حضرتك حابب توجهها النهارده بما انك قدام الكاميرا، يعني ايه الرسالة اللي حابب توجهها للناس النهارده وللمؤتمر وللشباب اللي موجود؟ والله المؤتمر جميل ويا ريت يتكرر في محافظات اخرى، لان في ناس كتير في محافظات اخرى معطاءه وبتدي ومحدش بيسلط عليها الضوء، فيا ريت المؤتمرات دي تتكرر في اسكندريه، في دمنهور، في طنطا، في المنصوره، في اي محافظه من المحافظات غير القاهره، على اساس في ناس معطاءه كتير هناك وتستاهل ان هي تاخد اكتر من تميز يعني. أنا بشكر حضرتك جدا، نورتني ونورت حلقة برنامج كلام جريء مع محمد سعد. طبعا يا جماعة أبو عمرو هو مبدع برنامج كلام جريء اللي كان منورني النهارده، وأنا كنت سعيدة جدا باللقاء. شكرا يا سارة، ربنا يبارك لك، شكرا جدا.